اليوم جبت لكم واحد القصة غامضة اللي لحد الآن ما تحلش اللغز ديالها. هاد القصة هادي وقعت في 2017 في المكسيك. السلام عليكم، معكم هوكيلو ومرحبا بكم في فيديو جديد. واحد ثلاثة ديال الاشخاص ديما كانوا كيدوزوا من وسط واحد الغابة في المكسيك باش كيختصروا عليهم الطريق. واحد النهار تعطلوا شوية وكان الظلمة طاحت وكان خاصهم يدوزوا من الغابة كيف العادة باش يختصروا الطريق. منين دخلوا الغابة كانت الظلمة بزاف وما كانش الطريق كتبان وسط الغابة. بقاو غاديين كيتمشاو وسط الغابة شي ثلث ساعة تقريبا. واحد شويه بانت ليهم باللي الطريق ماشي هي هادي وخرجوا في واحد الطريق ما كيعرفوهاش وما عمرهم دازوا منها. وهنا كان الظلمه طاحت بزاف وما بقى كيبان والو وسط الغابه، واضطروا باش يشعلوا البيلات ديال التليفون باش يقدروا يخرجوا من الغابه. منين شعلوا البيلات بانت لهم واحد الطريق تمو غاديين معاها باش تبان لهم شي طريق كيعرفوها ويقدروا يخرجوا من الغابه، حيت هاد الغابه كتصنف من اكبر الغابات في العالم، ولا تلفتي وسطها راه صعيب باش تخرج منها، خصوصا الا ما كنتيش ولد المنطقه. المهم تبعوا السير ديالهم في هذيك الطريق اللي بانت لهم. منين تمو غاديين مع الطريق خرجوا في واحد المنطقه جبليه ملاصقه مع الغابه. هاد المنطقه كان فيها بزاف الاحجار كبيره والجبال، وفي وسط دوك الجبال كانوا بزاف ديال الكهوف، وفي دوك الاحجار كاينين واحد النقوش ورسومات في شي شكل، وحتى في بعض الجبال كانوا هاد النقوش. تمو غاديين من وسط هادوك الكهوف وهما يلقاو واحد التمثال في واحد الحيط ديال الجبل. داروا الضوء على هاد التمثال وبقاو كيدقوا في التفاصيل ديال التمثال، وهاد التمثال ثار الانتباه ديالهم. المهم كملوا الطريق ديالهم وخرجوا من دوك الكهوف ويتبان لهم واحد الطريق كيعرفوها، وصافي مشاو مع ديك الطريق واستطاعوا يخرجوا من الغابه. ولكن منين خرجوا مشاو لديورهم بقاو كيفكروا بزاف في ديك المنطقه اللي لقاوها في الغابه بالصدفه، وبقاو كيفكروا في هذوك الكهوف وفي هذوك النقوش اللي في الاحجار، وخصوصا في هذاك التمثال اللي لقاوه مرسوم في الحيط ديال الجبل. الغد ليه منين تلاقاو عاوتاني بداو كيهضروا على المنطقه وعلى دوك النقوش، وقرروا باش يرجعوا يستكشفوا المكان، حيت عرفوا هذاك المكان مكان اثري ديال شي حضاره قديمه كانت كتعيش تما، وعرفوا باللي المكان فيه بزاف ديال الاسرار وخصوصا الموقع ديال المكان. جا في واحد البلاصه سريه مخبيه على بنان وقليل اللي كيعرفوها فقط الناس القدام اللي كانوا كيعيشوا بالقرب من الغابه. المهم هما حدوا وقيته باش يمشيو يستكشفوا المكان، وكانت الوقيته اللي حدوا الوقيته مع المغرب. تبدا طيح الظلمه شويه باش ما يشوفوا متا واحد. داكشي اللي داروا جهزوا ريوسهم وهزوا معاهم قراعه ديال الماء وبيل وفاس باش يحفروا وبالا. اختاروا واحد الطريق كيدير للغابه كيكون خاوي باش ما يشوفوا متا شي واحد. تمو غاديين مع ديك الطريق وصلوا للغابه ودخلوا، ومنين دخلوا شافهم واحد الراجل كبير كان كيرعى الغنم ديالو في الجنب ديال الغابه. شافهم من بعيد وشافهم هازين هذاك الفاس وهذيك الباله، ومنين شاف الباله والفاس دخلوا الشك وشك فيهم، وخصوصا هو راجل كبير شويه في السن، يعني مدوز بزاف ديال الوقت في هذيك الغابه وعارف باللي في الغابه كاين بزاف ديال الاثار والاسرار اللي ما عارفهاش بنادم. شك فيهم وقال مع راسو هادو جايين مع المغرب الغابه ومن الفوق هازين معاهم فاس وباله، يعني هادو يا اما غاديين يجبدوا شي كنز يا اما قاتلين شي واحد وجايبينو يدفنوه في الغابه. اشنو دار؟ بقى متبعهم من بعيد وحاضيهم بلا ما يشوفوا. بقاو هما غاديين وهو متبعهم حتى وصلوا لهداك المكان، الاثري اللي فيه دوك التماثيل والنقوش. هنا تاكد وعرفهم باللي جايين يقلبوا على شي كنز في المنطقه. منين وصلوا للمنطقه شعلوا البين، حيت هنا كانت الظلمه طاحت بزاف. بداو كيقلبوا في دوك النقوش اللي في الاحجار وبقاو كيقلبوا بشويه وكيحاولوا يحلوا دوك النقوش اللي في الاحجار. بقاو كيقلبوا مزيان في المنطقه ولكن ما قدروا يحلوا حتى شي نقش من دوك النقوش اللي في الاحجار، وما قدروا يلقاو حتى شي اشاره اللي كتدل على الوجود ديال شي كنز تما. ما يأسوش وبقاو كيقلبوا وشويه وهما يمشيو لهداك التمثال اللي كانوا شافوه منقوش في الحيط ديال الجبل. منين قربوا للتمثال بقاو كيدقوا فيه مزيان، واحد شويه وهي طيح عليهم واحد الفكره وقالوا علاش لي ما نهرسوش هاد التمثال ونشوفوا لا تكون شي حاجه مدفونه من وراه. بداو كيحفروا في هداك التمثال واستغرق لهم ساعه ديال الوقت وهما كيحفروا في هداك التمثال، حيت هداك التمثال كان صايب من واحد الحجر كان صلب بزاف وصعيب باش تحفروا. منين بقاو مستمرين كيحفروا في داك التمثال وصلوا للنهايه ديالو. بقاو ليهم واحد جوج حجرات في اللور ديال التمثال هما اللي كانوا مخبين اشنو كاين من ورا التمثال. جروا دوك جوج حجرات بالفاس وهما يديروا البيل باش يشوفوا اشنو كاين. منين شافوا شنو كاين كانت الصدمه كبيره. اكتشفوا طريق كتدخل لداخل ديال الجبل. كبروا الحفره اللي حفروا في التمثال باش يقدروا يدخلوا ويكتشفوا شنو كاين. منين دخلوا لقاو واحد الحجره في الارض كان منقوش عليها وجه ديال المراه. حفروا شويه في الجنب ديال ديك الحجره باش يقدروا يجروها ويشوفوا شنو كاين تحت منها. منين جروا ديك الحجره لقاو التراب بزاف من تحت الحجره. دخلوا البالو وبداو كيحفروا في داك التراب بشويه بشويه. حفروا تقريبا شي 2 متر ديال التراب تحت الارض. منين بداو كيضربوا في الارض باش يكملوا الحفير بداو كيسمعوا الفاس بحال اللي كيضرب في شي حاجه قاصحه. منين بداو كينقيو في داك التراب اللي فوق الحجره اكتشفوا بلي ديك الحجره ديال واحد الدرجه،
ومنين زادو نقاو التراب اكتشفوا دروج كيأديو لتحت، بقاو غاديين متبعين دوك الدروج وكيعريو عليهم في التراب حتى لقاو راسهم وصلوا لواحد النفق تحت الارض. منين وصلوا لذاك النفق لقاو جوج بيبان مسدودين وباينين ما تفتحوش من الالاف السنين، وكانوا البيبان منقوشين بواحد النقوش في شي شكل، وكانوا مسدودين بواحد النوع ديال القنب كان قوي بزاف، كان ساد البيبان مزيان. هنا بقاو كيشوفوا في هذاك الجمال ديال هذوك النقوش اللي في البيبان، واستعدوا باش يقطعوا دوك القنانب باش يحلوا البيبان ويشوفوا اشنو كاين من وراهم. جبدوا الموس وبداو كيقطعوا في القنب ديال الباب الاول. منين قطعوا القنب فتحوا الباب، ومنين فتحوا الباب لقاو واحد الحيط من ورا الباب، وداك الحيط كان مبني من الطين وكان كامل مطبوع بواحد الطبعه ديال الوجه ديال المراه. هنا بدا كيدخلهم الشك وما فهموش علاش كاين حيط ديال الطين من ورا الباب. خاص يكون غير باب صافي، باب بوحدو راه قاضي الغرض، ولكن باب ومن وراه حيط ديال الطين جاتهم في شي شكل وما بغاش تفهم ليهم. شدوا الفاس وبداو كيهرسوا في داك الحيط ديال الطين. منين هرسوا الحيط ديال الطين وشافوا شنو كاين كانت صدمه كبيره. لقاو راسهم قدام قبر ديال شي ملكه من العصر القديم، ولقاو الغرفه اللي فيها القبر كلها كنوز، ولقاو شي اسرار في شي شكل. لقاو واحد القله عامره بواحد الماده حمراء، كاين اللي كيقول بلي هذاك عطر كانت كتستعملو الملكه، وكاين اللي كيقول بلي هذاك الزئبق الاحمر اللي مطلوب عند السحاره والثمن ديالو باهظ، كيستعملوه في التسخير ديال الجن وعنده بزاف ديال المميزات. ولقاو واحد البرديه فيها المسافه ما بين الارض والشمس وما بين الارض وبزاف ديال النجوم كاينين في المجره ديالنا، وفيها الترتيب ديال الكواكب في النظام الشمسي ديالنا اللي توصلوا ليه العلماء غير حتى لهنا حتى اكتشفوا التلسكوب. ولقاو واحد السلسله مصايبه من احجار كريمه، ولكن ديك الاحجار ما كاينينش عندنا في الارض. كيفاش استطاعوا يجيبوهم ومنين جابوهم؟ ولقاو بزاف ديال الاسرار اللي ما تعرفوش لحد الان. هنا بداو كيخرجوا في دوك الكنوز، طلعوا شافوا لي يكون شي واحد برا، منين ما لقاو حتى واحد بداو كيخرجوا في دوك الكنوز. عمروا دوك جوج خنشات اللي جابوا معاهم وسدوا الحفره اللي داروا في الحيط بحجره، وتموا غاديين دافعين هذوك جوج خنشات. منين فاتوا المكان بشي 10 دقائق ديال الطريق خافوا لي يجي شي واحد من وراهم ويدي داكشي اللي خلاو. قالوا شنو غنديروا؟ واحد فينا غادي يرجع يبقى حاضي ترجعوا عنده. داكشي اللي داروا، رجع واحد منهم. منين رجع لقى الحجره اللي كانوا سادين بها الحيط محايده، عرف باللي شي واحد كان حاضيهم. منين شافوا مشى ودخل تما غادي بشويه وكيتصنت لي يكونوا اكثر من واحد واللي يكونوا البوليس. بقى كيتصنت حتى تاكد باللي غير شخص واحد هو اللي داخل. شعل بيلو دخل عليه، لقى هذاك الراجل الكبير اللي كان كيرعى في الغنم ديالو هو اللي داخل. تشاد هو وياه وطيحوا الارض، غلب عليه حيت هو باقي صغير في السن. منين طيحوا الارض كتفوا حتى جاو صحابو. منين جاو صحابو ما فهموا والو، لقاو صاحبهم ومعاه راجل مكتف، قال لهم هذا راه كان كيتجسس علينا، ومنين مشينا رجع دخل، انا راه لقيتو لداخل. المهم خلاو الراجل مكتف وكملوا على السرقه ديالهم. خداو كل شيء ما خلاو حتى حاجه، خلاو غير شي حوايج بساط، وشدوا هذاك راعي الغنم لاحوا في الغابه ومشاو هما في حالهم. في الصباح كانوا دايزين واحد جوج دراري من الغابه وسمعوا الغوت ديال داك راعي الغنم، بداو تيقربوا من الصوت تلقاوه، فكوه وعطاوه الماء وعاود لهم شنو طرا، وعيطوا للشرطه وجاو داروا التحقيقات ديالهم. وعاود لهم هذاك راعي الغنم قال لهم باللي اكتشفوا كنز عظيم ديال شي ملكه، ولكن ما تعرفاش شكون هي ديك الملكه. وجاو حتى العلماء ديال الاثار، ولكن ما قدروا يعرفوا والو على هذا الاكتشاف وشكون هي الشخصيه مولات هذا القبر. فقط قدروا يعرفوا الملامح ديال الوجه ديالها اللي كان منقوش في الباب. وقالوا بعض العلماء من خلال هذاك الوجه اللي منقوش في الباب كاين شويه تشابه بينه وبين الوجه ديال الملكه الفرعونيه الشهيره كليوباترا. وايضا قدروا يعرفوا بان التاريخ ديال القبر 3500 سنه قبل الميلاد، يعني هذه الملكه كانت عايشه في العصر ديال الفراعنه. هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الا وصلتي حتى لهنا في الفيديو وكانوا تعجبوك الاسرار والقصص الغامضه، فما تنساش تخلي البصمه ديالك في الفيديو ودير لايك الفيديو واشترك في القناه وخلي شي كومونتير عبر فيه على الراي ديالك في هذه القصه. كان معكم هوكيلو، نشوفكم في فيديو جديد.